قبل أيام يهذي بعض الجهال والسفهاء في رجل يعتبر رائدا من رواد الدعوة السلفية في دولة الكويت، أخونا الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار، شفاه الله وعافاه، والآن في لندن، ادعوا له بالشفاء. فيأتي بعض الصغار، بعض الشباب، بعض الأغرار يكتبون مقالات: لا تسمعوا له، أسقطوه، لا يسمع لأنه تكلم فيه فلان من زميل له آخر. هذه سفاهة، هذه سفاهة. الكلام في العلماء وفي الشيوخ وفي طلاب العلم، إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فاحذروا من هذا الولوغ في أعراض طلاب العلم وفي العلماء. الأمر خطير، الأمر جد خطير. إذا جاءني شخص يريد أن يوغر صدري على أخي، فعلي أن أطرده وألا أمكنه من نفث سمومه عندي.